670 جرام، يعني برضك 600 جرام ككفته ككباب. هو كيلو 600 جرام. ايه ده كوليسترول حتى في الكباب. اهلا بيكم في كباب جريدة بتاع مصر الجديده. والراجل دوت انا اتعزمت عند حد وطلبت اوردر ب 2690 جنيه، ونسمي الله عشان الاوردر كبير ان شاء الله يطلع حلو. طلبنا من كل حاجه تقريبا كيلو، وهو نبدا بالشيش، وعلى حظنا الفرخه الشيش سعرها 300 جنيه عند كباب جريدة. مين هو كباب جريدة؟ مبدئيا وانت ماشي على الحجاز هتلاقي على يمينك بعد ما تنزل الكوبري، وهو جزار وايه وبتاع مطعم. في حد بقالي كتير ما شمتهاش. صح، ريحه من بتاعت زمان. رجعت ورا. خش علينا نوزن الفرخه، وما اعرفش ان احنا اصلا هنوزن بقى كل حاجه. تعالى نسمي الله. اقول لك ان الفرخه يا عزيزي 800 جرام ب 300 جنيه، ونسمي الله ونخش على الفراخ. والمنظر جميل والريحه زي ما قال يوسف اجمل. شوف الفراخ من جوه، بسم الله. دي تتبيله ست في البيت. عارف التتبيله دي اللي هي بتاعت ايه؟ واحده ست في البيت حاطه مستردة وحاطه بصل وبتاع، وهي طريقه شوي معلم. خش على اللي بعديه. والراجل بعت لنا عيش مع كل حاجه وشويه سلطه صغيرين. الكباب وريحته. تعالوا نسمي الله ونوزن. والمفروض ان ده كيلو كباب يا عزيزي، وثمنه 920 جنيه. الصراحه الفراخ طلعت جميله. وزنها كده زي ما هي كام؟ 675 بالطبق بحته العيش اللي هو حاططها، يعني 600 جرام. ايه فكره ان بتوع الكباب وبتوع الكفته يعملوا ان الكيلو يوصل 600 جرام؟ هل اللحمه بتخس النص ولا ايه؟ المفروض قطعه الكباب ما فيهاش دهن عشان تخس. بس ريحتها ايه؟ ريحتها تتخن. والتتبيله واضحه والدنيا جميله. وانا لما كنت معزوم عند راجل صديقي اللي عزمني من عندك، انا عرفته منين يا خرابي؟ اول مره اشوف الكباب بينزل كوليسترول. ده كوليسترول حتى في الكباب. انت شايف اللي انا شايفه؟ ازاي ده في الكباب يا جدعان؟ هو الكباب ايه اللي حصل له؟ حتى الكباب دهني يا جدعان. حته كباب ملبنيه، على الرغم ان الكباب بيبقى بيشد، بس الا وان الراجل ده عامل اجرام. بص منظر اصلا. ايه ده كوليسترول حتى في الكباب. منظر اصلا يخض. ازاي اصلا هو انا واكل الكباب على اساس ان انا عامل طيب. حته عيش يا برنس. هات لي الكبابايه دي كده، شويه بتنجان من بتوع زمان وتتبيله. بص تحس ان المكان، عارف انت الجزار بقى بتاع زمان اللي شغال بتتبيله قديمه وشغل